ومن هنا أرجع لمحمود محمد طه عندما قال هذه الهيئات أنه ممكن تسقط عنك أو تحديدا ما بتحتاج لها عشان تتواصل. يبقى تواصلك مع الله سبحانه وتعالى مباشر بالطريقة اللي بتحددها أنت، بالطريقة اللي بتشعر بها باللذة معه. وأنا بضرب الحاجة دي بالعلاقة بين الرجل والمرأة، لأنه طبيعة جسد المرأة وجسد الرجل ما ثابتة. يعني في راجل طويل ومزوج له مرأة قصيرة، وفي مرأة طويلة وراجل قصير، وفي مرأة بدينة وراجل ضعيف، وفي راجل بدين ومرأة ضعيفة. إذا أنا أمام احتمالات متغيرة. تفتكر هل العلاقة بيناتهم يجوز أو من الصحيح لنا نمنط على هيئة وطريقة وهيئة واحدة؟ لا طبعا. مستحيل يتساووا في إدراك اللذة والمتعة. تناسب له، تناسب وضعيته، تناسب جسده، تناسب عمره، تناسب وطفة مما يحيط به من المحيطات حوله، لكي يحقق أعلى درجة من المتعة ولذة التواصل. نفس الهيئة والوضعية اللي بتختارها أنت وزوجتك لتحققوا أعلى درجة من اللذة والمتعة. كما سمعتم هذه الاستدلالات المضحكة التي يقول بها ياسر العديرقاوي، وسنرد عليه من وجوه. أولا، ضرب مثل كهذا للعلاقة بين الله عز وجل وبين عبده في أعلى درجات التواصل وهي الصلاة يدل على سوء أدب مع الله عز وجل وضحالة فكر، ولا يدل على أن الرجل له علاقة بالبحث العلمي مطلقا. ولا أظن عاقلا يرضى أن يشبه علاقته مع الله سبحانه وتعالى التي يصل فيها إلى أعلى درجات التواصل بعلاقة عابرة بين رجل وامرأة في حالة جنس. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بهذه الهيئة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، واستمروا عليها بعد وفاته مع اختلاف أجسادهم وصفاتهم وهيئاتهم وريضة مما يحيط به. وأما ما ذكره ياسر العديرقاوي من سقوط هيئة الصلاة أحيانا عن المريض الذي لا يستطيع الحركة، فهو في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلا علاقة له بحرية اختيار الهيئة كما يزعم العديرقاوي وأتباعه. كثيرا ما يتنطع ياسر العديرقاوي وأتباعه في هذا الباب بأنهم متبعون للقرآن، فهذا الأمر جاء في القرآن أنه من لا يستطيع القيام للصلاة أو الركوع أو السجود فإنه تسقط عنه هذه الهيئات، ليس لأنه حر في اختيار الهيئة، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها ولا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذا يدلك على أن ياسر العديرقاوي وأتباعه واقعون في التمذهب من حيث شعروا أو لم يشعروا، ومن حيث اعترفوا أو لم يعترفوا. فهم في هذا متبعون لمذهب محمود محمد طه، ومحمود محمد طه متبع لمذهب الباطنية الذين ينكرون حركات الصلاة وغيرها مع اختلاف في الدوافع عند بعض، فهم بذلك مذهبيون بجدارة. الخلاصة أن هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى أولا، وأن الهيئة التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده ملزمة، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه رضي عن الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا أصحابه